جسمك مش اجزاء، جسمك كتله واحده. البرو سبليت ما ينفعلوش والبوش بول ليج ما ينفعلوش. امال ايه اللي ينفع لجسمك؟ انك تمرن الفاشية. طب احنا عارفين ان العضلات مش مرتبطه ببعضها، كل عضله ليها بدايه ونهايه، ونهايتها مش لحمه في العضله اللي بعدها. الحاجه الوحيده اللي مرتبطه ببعضها هي الفاشية. من ابتدائي وهما بيقولوا لنا الجسم بيتكون من عظم مربوط مع بعضه بأربطة ومتغلف بشوية عضلات، بس الحقيقة في عنصر دايما كانوا بيسقطوه. العنصر ده هو اللي رابط الجسم كله ببعضه. طب ايه هي الفاشية اصلا؟ هي غلاف زي نايلون شفاف بيغلف الجسم كله من صوابع رجلك لحد راسك، كل جسمك مرتبط ببعضه. انت تعرف ان الفاشية بتمثل 20% من جسمك، ومع ذلك محدش بيمرنها. طريقة التمرين اللي موجودة حاليا بتكسر جسمك مش بتقويه، لان العضلة شيء غبي بتحرك في اتجاه واحد محدد. عشان كده ربنا حط حوالين كل مفصل مجموعة عضلات باختلاف الزوايا، فانت بتمرن عضلات غبية مش هتفيدك، بتمرنها بطريقة مش اذكى حاجة. الفاشية على النقيض اذكى من العضلات 6 مرات. اشمعنى 6؟ لان في كل جزئية فاشية فيها 6 اضعاف من الاعصاب اللي موجودة في العضلة. العضلة ممكن تبنيها في اسبوعين، تعمل لك بالكينج في خلال شهر ويبقى شكلك تحفة، بس لو قعدت شهر بعده كل اللي عملته هتخسره. على النقيض التاني لو انت بتمرن الفاشية بجد لمدة شهر، النتيجة اللي هتكمل معاك حتى لو وقفت تمرين هتقعد معاك العمر كله، لان الفاشية اسلوب حياة. عشان كده بتشوف ناس عندها 80 سنة وبتعمل باك فليب وبتركب حصانة وبتجري عادي جدا، وانت عندك 25 سنة ومش قادر، رغم انك بتروح الجيم على اساس بتحافظ على صحتك. بس لا، انت مش بتحافظ على صحتك، انت بتحافظ على حجم عضلاتك فقط. العضلات بتمثل 40% من جسمك، في 60% تانيين انت بتضرهم بطريقة التمرين دي. لو كانت القوة الحقيقية في حجم العضلة، ليه محمد علي كلاي ما كانش عنده اكبر عضلات؟ فلو كنت ملاكم او بتتفرج على اي لعبة قتالية سواء اليو اف سي وبتحب حبيب وكونر ماجريجور، هتلاحظ ان الاثليت البرو الحقيقي مش بيطلع القوة من دراعه. لو بصيت على البانش بتاعت كانيلو، المفروض ان هو اقوى بانشر في الملاكمة، ومع ذلك كتفه مش عريض قوي ولا الشيست بتاعه اكبر من شيست سي بام. الشقيري لما عامل حلقة في البرنامج بتاعه، الصحة ما كانتش عضلات، الصحة كانت لايف ستايل. هحط لكم لينك الحلقه في الديسكريبشن، تاكد انك تتفرج عليه. يعني مثلا في المشي واحنا بنمشي تلاقي ايدك اليمين بتتحرك مع رجلك الشمال، ده عشان في لاين من الفاشيه بتوع الرجل دي طابط بالجزء المقابل لها من الجهه الثانيه، وده لاين من لاينات فاشيه على شكل اكس. فمثلا بدل ما بتلعب لاتس لوحدها وجلوتس لوحدها، لا العبهم مع بعض زي التمرين ده بالظبط كده. لو انت عايز يبقى عندك قوه انفجاريه زي المصارعين بتوع الجيتسو او بتوع المصارعه الروماني، يشيلوا ويرفعوا ويقلبوا وراه كمان بكل سهوله، لانه بيحرك السلسله الخلفيه من الفاشيه. السلسله الخلفيه من الفاشيه اللي بتربط العضلات الخلفيه بالاعصاب الخلفيه بالعظام الخلفيه بالاربطه الخلفيه. يعني بدل ما بتلعب الظهر لوحده والكتف الخلفي لوحده والجلوتس لوحدها والهامسترنج لوحدها والكاف اللي هي السمانه لوحدها، لا العبهم كلهم مع بعض. هترجع تربط السلسله دي مع بعضها، بدل ما بتشيل 5 كيلو في الجلوتس هتشيل 50. وفي تيست بسيط انت ممكن تعمله في البيت حالا وانت بتتفرج عليا. نام على ظهرك، افرد رجل من رجلك الاتنين واتني التانية، الرجل المفروده افرد الركبه للاخر، خد مشط رجلك عليك وارفعها لفوق لاقصى مدى تقدر عليه. النقطه التانية، حاول تبص على مشط رجلك براسك وانت بترفعها من على الارض، وقول لي حاسس بايه؟ حاسس بوجع؟ طب الوجع ده في ظهرك؟ طب حاسس بتنميل بيجي ورا الخلفيات ولا تحت الركبه؟ ولا حاسس السمانه هي اللي بتشد؟ طب ليه؟ ايه علاقه الراس بالسمانه؟ ايه اللي ربطهم مع بعض؟ الحاجه الوحيده اللي بتربط بين السمانة لحد الراس هي الفاشية. اشترك في القناة لو حابب ترجع لجسمك بجد، مش تعمل شوية عضلات وخلاص. في واحد ضخم لكنه قوي وحركته سلسة، وواحد تاني كل جسمه عضلات بس تلاقيه ماشي متخشب بطيء متضايق ودايما عنده اوجاع. شبكة لو شغالة صح جسمك يطير، ولو بايظة اقوى عضلة فيك ملهاش لازمه. هقول لك على 3 تمرين كفيلة ان هي ترجع اتصال جسمك بالفاشية بعيدا عن الجيم. هو تمرين بعيده دايما وبعزه دايما لانه بيحل مشاكل كتير موجودة في الجسم. هو تمرين البير ووكينج.
مشية الدب. اهم حاجة تحافظ على اللمبر سباين اللي هو اسفل الظهر ثابت مستقيم. اهم حاجة تكون بتتنفس، جسمك مش محتاجك تكتم نفسك. لما بتكتم نفسك وانت بتعمل اي اكتيفيتيز الجسم مش بيستوعب الحركة دي. تاني حاجة تشيل وزن تقيل لمسافة طويلة، مسافة طويلة 6 متر. 6 متر كفيلة ان هي تعيد اتصال جسمك كويس. ممكن تشيل ابنك على كتفك وتاخدها كأنها لعبة، بس التركاية هنا انك تحافظ على قوام جسمك صح. ظهرك مفرود، لوحين الكتف مش بيرجعوا لبعض يا جماعة. معلومة مغلوطة عند كتير من الناس ان لوحين الكتف لازم يلزقوا في بعض. ربنا ما خليهمش عظم على عظم عشان يديهم رفاهية ان هم يتحركوا في جميع الاجزاء، بس لازم يبقى فيهم نسبة مقدرة على الثبات. عندي لك سؤال، ليه رغم انك بتعمل سحب امامي ب60 و70 كيلو بس لما بتيجي تعمل عقلة مش بتعرف تكمل 5 عدات 6 عدات؟ تمرين العقلة لسنين طويلة كان اسوأ تمرين بالنسبة لي، واكيد في ناس بتشاركني الاحساس ده، بس عشان احنا بنعمله غلط. فخليني اقول لك على الصح. انت لما بتعمل سحب امامي انت بتحرك اللاتس، بتحرك الشولدر فقط. اكتيفيت عضله مهمه جدا اللي هي السريتس انتيريور، عضله المنشار. العضله دي عضله مهمه جدا. بشوف ناس كتير بتطلع القلبه لبره، انت كده بتحط جسمك في اصعب وضع ليه. القلبه المفروض يكون قريب من الجسم، محتاج تكون متصل بالفاشيه حواليها، لان اعصابك مش متعوده ان هي بتبعد عن الارض. وهتاكتيفيت السريتس انتيريور ازاي؟ لوحين الكتف بيلفوا لبره بحيث ان وزن جسمك كله ما يبقاش على العضلات، يبقى على الفاشيه. جسمك يكون مايل اكنك عامل زاويه 45 درجه مع الارض. رجلك قدامك، لما بتحط رجلك لورا انت بتكسر اتصال الفاشيه ببعضها، عشان كده العقله بتكون اصعب. واهم نقطه، ما تحاولش ترفع دقنك فوق البار. عايزك وانت بتطلع تكون بتتخيل اكنك بتقرب البار للشيست بتاعك، مش لدقنك مش لرقبتك، لا للشيست. لو هتروح الجيم اتاكد انك تقول لي انا صح ولا غلط. وبسبب كده انا دايما بقول الجيم هو دعايه رخيصه لانك تحافظ على جسمك. الجيم اسوأ حاجه واسرع حاجه هتبوظ لك جسمك، لانها هتبوظ المفاصل، هتبوظ الفاشيه، هتبوظ الاعصاب. الحاجه الوحيده اللي انت هتاخدها منها شكل العضله. شكل العضله اللي مع السن بعد ما تكسر ال40 مش هيبقى عندك المرونه اللي انت محتاجها، فهتلاقي المفاصل بتقع منك. على النقيض الناحية التانية، الفاشية والأعصاب دول الناس المعمرة فعلا. لما تيجي تبص على حد عنده 80 سنة 90 سنة وبيجري وبيتنطط، ده الراجل اللي كان بيجري وهو عنده 30 سنة، ما كانش بيروح الجيم، ما كانش بيشيل وزن. الراجل اللي كان بيشيل وزن بتلاقي مفاصله خلاص لها عمر افتراضي معين، عضلاته لها عمر افتراضي معين هو استهلكها. انت اخدت الشيب بتاع حياتك في العشرينات شيب، بس لو انت بتقول ان انت في العشرينات فبتنطط وبتجري وبتلعب اوكي، لكن تروح الجيم تقعد في اوضه مقفوله وفي الاخر بتاخد شكل عضلات بس تحت مسمى انك بتحافظ على جسمك ومحافظ على صحتك، فصدقني انت غلطان. والاطباء بدأوا يفهموا ده دلوقتي. نفس اللي حصل مع الهرم الغذائي بالظبط، نفس اللي حصل مع الهرم الغذائي بيحصل حاليا في اللياقة البدنية. انت عايز تبقى شخص فت مش شخص بعضلات. لو انت عندك عضلات فانت مش شخص هيلسي اطلاقا، ملهاش علاقة. الشخص الهيلسي هو الشخص اللي بتنطط وبيلعب ومحافظ على الفاشية بتاعته، دايما بيغير اوضاعه، دايما قادر لو عايز يجري حالا هيجري. انت لو عايزت تجري حالا هيجيلك شد في الخلفية. انت لو بحثت حالا وفتحت جوجل هتلاقي فيه نوع من الوجع اسمه فايبروميلاجيا، بنسبة 99% بيبقى مرتبط بحالة نفسية. الحاجة الوحيدة اللي متأكدين منها ان الفاشية بتتأثر وبتنكمش لما تبقى زعلان. في 5 خيوط للفاشية الجسم بيتحرك فيهم، فعشان نفهم حركة الجسم لازم نفهم حركة الفاشية. انا بحترم الاعصاب جدا وبقدر الحركة الذكية، عشان كده بدرس الفاشية. فعندي ليك سؤال، ليه وجع رجلك ممكن يسمع في ظهرك؟ ليه وجع رقبتك بيخليك مش قادر تمسك حاجة بقوة؟ النهاردة هكلمك عن اساسيات خيوط الفاشية. فشير الفيديو لزمايلك واعمل لايك وسبسكرايب عشان في فيديوهات تانية هتعرف فيها ازاي ترجع تواصل جسمك ببعض. توم مايرز اللي هو الاب الروحي للفاشية لما جه يدرس الفاشية لقاها بتتحرك في اتجاهات معينة، هي اتجاهات حركة الجسم بالظبط. فعشان كده لو عندك مشاكل حركية فاكيد عندك مشاكل في الفاشية. فلما جينا نبص لخيوط الفاشية لقيناها بتتحرك زي الكهرباء،
نقطة بتوصل للتانية، ووجدنا ان عندنا 5 خيوط. هنبدأ بالخط الخلفي السطحي بادئ من بطن القدم، من بطن رجلك لحد راسك من ورا. طبعا بيمر على السمانة والخلفيات وبيضم العضلات المثبتة للعمود الفقري، وهو السبب في انك قادر تحرك رقبتك لورا ومثبت راسك فوق جذع. بس لو الخط ده مشدود او تعبان بتحس بكل الاوجاع سواء في الخلفية، اسفل الظهر، رقبتك. كل دي نتيجة ان الخط ده مش مرتاح. وعشان ترجع للخط ده صحته فانت محتاج تركز على البوستيريور تشين، ودي اللي بتشغل الجسم ككتلة واحدة، انك تقدر تتني جسمك لقدام وترجعه كله لورا. وطبعا بالنسبة لحياتنا اليومية فاحنا مش بنعمل الحركة دي اطلاقا، احنا دايما قاعدين لقدام ماسكين الموبايل، تانيين الرقبة، تانيين القفص الصدري، تانيين رجلين، نادرا ما بنفرد الجسم في الاتجاه المعاكس. فهقول لك على شوية تمارين ممكن ترجع بيهم صحة السوبرفيشال باك لاين. 1 كاتل بيل سوينجز. مش شرط كاتل بيل، هو اي وزن في ايدك، ولو لسه مش قادر تشيل وزن في ايدك فممكن بجسمك عادي. الغرض منه انه يولد قوة انفجارية بتخليك محافظ على ثبات العمود الفقري. اما بقى لو بتحس ان ظهرك قافش، بالذات اسفل الظهر ناشف، الخلفيات دايما بتحس فيها باوجاع، فده معناها ان الخط متحجر ولازم نرجع له الليونة بتاعته. ودي بنعملها عن طريق الفورورد فولد، ان انت بتتني جسمك كله لقدام عشان يحصل استطالة على الخلفية. واهم حاجة تتنفس وانت بتعمل التمرين ده. وطبعا ما ننساش SMR، دي بتقدر تعملها بانك بتحط كرة تنس او فوم رولر، دي بتقدر تستخدمها مع جسمك كله، بتحرك اي منطقة فيها وجع، تحركها رايح جاي لمدة دقيقتين، مش محتاج اكتر من كده. دي بتزود تدفق الدم، بتعيد الليونة بتاعت الفاشية. انت في وقتها وانت بتعمل هتحس ان جسمك بيفك معاك، ودي موجود منها انواع كتير، منها الناشف قوي ومنها السوفت جدا. فلو عايز حاجة مضمونة انا مجربها، خش على لينك التليجرام اطلبها اونلاين وهنشحنها لك ايا كان مكانك. وفايدة الفوم رولر ان هي بترجع الاحساس العصبي في المنطقة دي، عشان كده بعيب على بتوع الجيم ان هم بيستخدموا الباك بيلت، حزام الظهر، وهم بيعملوا سكوات او هم بيعملوا ديد ليفت، لان خطر جدا انك تلغي الاحساس العصبي بتاع المنطقه دي. انت ممكن بتكون في اللحظه اللي انت بتعمل فيها التمرين بتحس انك قادر تشيل اكتر، بس صدقني مع التكرارات اللي انت بتعملها في المجاميع ظهرك هينهار عصبيا، ووقتها الكور مش هتقدر تاكتيفيت، وهتلاقيك دخلت جسمك في حلقه مفرغه انت في غنى عنها. اما الخط التاني اللي هو الخط الامامي السطحي سوبرفيشال فرونت لاين، ده بيمسك من اول مشط رجلك، صوابع رجلك من قدام، وياخد الانكل والركبه والعضلات الاماميه والبطن والرقبه الاماميه، وده وظيفته انك تجري وتتنطط وتتني رجلك وتشوط وتطلع السلم وكل الافعال الجميله اللي احنا بنعملها على مدار اليوم. بس نتيجه الحياه اللي احنا عايشينها اليومين دول فاحنا جايين على الخط ده شويتين، دايما عصرين. عشان كده في اغلب الحالات اللي انا بشتغل معاها الخط ده مشدود وقصير، وبلاقي عندهم بطن سايبه، كتاف داخله لقدام فورورد شولدر، راسه طالعه لقدام فورورد هيد، والعضلات الاماميه بتاعته قصيره حتى لو حد بيروح الجيم. فقبل ما تقوي الاماميات بتاعتك وتقوي بطنك، عاوزك ترجع للمنطقه دي المرونه بتاعتها الاول عن طريق انك بتستخدم الفوم رولر وتحرك الاماميات عليه. اما بالنسبه للشيست عشان هو منطقه ضيقه فالفوم رولر بتكون صعبه جدا. انا شخصيا بستخدم مع حالاتي كرة التنس، تكون جميلة جدا وبتعيد تواصل العصبي في المنطقة وبتزود تدفق الدم، وبستخدمها اكتر مع حالات اللي بلاقي عندهم راوندد شولدر، الاكتاف لقدام، ودي نتيجة ان في عضلة صغيرة جدا اسمها البكتراليس ماينور بتكون شادة. فممكن تجيب كرة التنس وتحطها في المنطقة دي وتسيبها 90 ثانية دقيقتين ماكس، انت لوحدك اول ما ترجع تحرك هتحس بمرونة كبيرة جدا في منطقة الشولدر. اما لو انت لسه ما اشتريتش الفوم رولر ومش عندك كرة تنس فممكن تعمل الكوبرا ستريتش، بس تأكد برضو انك مش بتضغط على ظهرك زيادة. مفصل الحوض هو اللي المفروض فيه مرونة كبيرة جدا، بس ده نتيجة حياتنا العصرية مش موجود، فما تقعش في الغلطة دي. والخط ده بنعمل له اكتيفيشن بتمارين بسيطة جدا، هو تمرين البلاد. حتى لو بتعمله صح فمتأكد انك بتنسى التفصيلة دي، وهي انك تتخيل ان تحت سرتك الامبلايكس تحتها نار. انت مش عايز بس تحافظ على ظهرك في مستوى مستقيم، لا انت عايز تتأكد ان عضلاتك الداخلية للكور شغالة،
لان اغلب الحالات اللي انا بشتغل معاهم بلاقيهم بيشتكوا من وجع في الاماميات. احنا مش عايزين الاماميات هي اللي تشتغل، احنا عايزين الكور هو اللي يشتغل. بس لو جربت التمارين دي وحاسس برضو ان جسمك قافش وبتصحى من النوم حاسس جسمك متخشب، خش على لينك التليجرام وانا هديلك حاجة مخصصة ليك تفوق جسمك اول ما تصحى. ألم في الحوض، عدم اتزان، وتلاقي الحوض مرحل يمين او العمود الفقري مرحل يمين وشمال. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الخط الامامي والخط الخلفي. النهارده هنبدأ بالخط الجانبي. الخط الجانبي ده ماسك الجسم بالجنب اكنه بيلزق الجزء الامامي للجسم بالجزء الخلفي. هو من الجنب ماشي من جنب رجلك لحد ودانك. وظيفته بيحافظ على ثباتك الجانبي، يعني لما تيجي تميل ناحية اليمين تلاقيك قادر ترجع ناحية الشمال. ودي مهمة جدا في التوازن والسنجل ليم تريننج اللي هو تمارين الرجل الواحدة. تبقى واقف على رجل واحدة، المفروض الحوض ما يقعش، المفروض جسمك ما تلاقيش مايل كده عشان يعوض. اما ده لو قافش وانت مش مشغله كويس، وده اغلب التمارين بتاعه الجيم عمرها ما بتيجي ناحيه اللاترال لاين او الحركات الجانبيه، فطبعا بيقابلنا الم في الحوض، عدم اتزان، وتلاقي الحوض مرحل يمين او العمود الفقري مرحل يمين وشمال وكل الاشكال اللي بنشوفها دي. طيب لو احنا عاوزين نرجع له المرونه بتاعته نعمل ايه؟ حاجه بسيطه جدا، ستاندنج سايد ستريتش. بتقف وتميل بجذعك في جنب وتشوف المرونة في جنب التاني عاملة ازاي. وانا متأكد 100% كلنا هتلاقي مدى حركتك في جنب اكتر من مدى الحركي في الجنب التاني. تعمل حاجة زي التراينجل ستريتش، ولو صعب عليك لسه في البداية فممكن تبدأ بالجيد بوز. وفي اللاترال لاين الفوم رولر مهمة جدا، تحطها تحت الحوض في المنطقة اللي بتوجعك لمدة دقيقتين بس، وقول لي في الكومنتات حسيت بايه. طيب لو عايزين نشغل اللاترال لاين ونقويه، بتعمل سايد لانجز للجنب اللي انت حاسه ضعيف، وممكن برضو سايد بلانك، بس تأكد انك بتتحرك من الكور. وفي تمرين رائع جدا بيمثل حياتنا اليومية، هتشيل حاجة في ايد وتمشي بيها حوالي 6 متر. بس في التمرين ده انت مش بتشيل وزن وتمشي وخلاص، لانك ممكن بتكون بتضر نفسك اكتر ما بتنفع. عشان كده لازم تتأكد انك مثبت الحوض في مكانه، العمود الفقري مرحلش يمين او شمال، وركبك ما بتخشش لجوه. الخط ده مسؤول عن الدوران، مسؤول عن اللكمات، مسؤول عن ارتباط الركبة بالحوض بالقفص الصدري. لما بيكون عندك فلات فوت بتلاقيك حاسس بوجع في الحوض. اهم خط فيهم السبايرال لاين، الخط اللي لافف الجسم ويعتبر هو اللي مسؤول عن حركة الجسم، لانك لما بتتحرك ايدك اليمين مع رجلك الشمال، حوضك بيلف، القفص الصدري بيلف. ايه اللي جاب الفلات فوت للحوض؟ وعاد عن بعض جدا، بس الفاشية مرتبطة ببعضها. عشان كده الخط ده مفيد ايا كان عمرك، ايا كان سنك، ايا كان نشاطك. لو انت شخص عديت ال50 وقاعد في البيت اغلب اليوم، فقبل ما نقويه لازم نتأكد ان احنا عندنا المرونة بتاعته كاملة، ودي بنعملها عن طريق السباينال تويست. وهقول لك على 4 تمارين ازاي تقوي بيهم السبايرال لاين. 1 ميديسين بول روتيشن، بس تأكد انك حاسس فعلا ان الكور شغال معاك. وطبعا التمرين اللي انا برجع له دايما هو البير ووكينج، تمرين رائع جدا. بتلاقيك بتحرك ايد عكس رجل، فبترجع الاتصال العصبي الحركي، وده بيفيد جدا السبايرال لاين. تمرين رقم 3 هتمشي عادي جدا، بس هتتعمد انك بتلف القفص الصدري عكس الحوض. لو بتتمرن وانت بتجز على اسنانك ظنا منك انك بتدي لنفسك قوة اكتر، فتأكد انك غلطان. الديب فرونت لاين، ليه لما بتتضايق بطنك بتتعب، بتلاقي تنفسك صعب. ليه لما البنات بتتضايق بتخش في وضع الجنين؟ ده لان الفاشية بتحس تنكمش. ده طبعا بالاضافة لهرمون الكورتيزول اللي بيعلى، فبيأثر على جودة الليونة في الفاشية، فبتلاقي عندك ترهلات، تلاقي بطنك مهما عملت لها تمرين بطن بتلاقيها مرتخية. طب وازاي نريح الديب فرونت لاين؟ 1 الفروج بوزيشن، وضعية الضفدع.
بتلغي كل التنشنة وبتعيد تركيب الديب فرونت لاين بانك بتركز على انك بتريح العضلات الضمة اللي هي اسرع عضلات بتنكمش وبيحصل فيها اصابات، او الليزر لانجز ودي بتركز على العضلات الامامية للحوض اللي هي السوس ميجورز. وطبعا ما ننساش النيك ريليز، لان طبعا لما بتبقى متضايق دايما بتجز على اسنانك فبتلاقي عضلات الفك والرقبة متنشنين. وده هياخدنا للنقطة التانية، لو بتتمرن وانت بتجز على اسنانك ظنا منك انك بتدي لنفسك قوة اكتر فتأكد انك غلطان. والوقتي هقولك على تمرينين تقوي بيهم الديب فرونت لاين. الديافراجماتيك بريثنج، التنفس لوحده هيفوق عضلاتك، التنفس لوحده بيزود الاكسجين انتيك، الاكسجين اللي داخل لعضلاتك، هتلاقي المرونة بقت احسن، هتلاقي قوتك بقت احسن. والتمرين التاني هو الادكتور سكويز، وانت نايم على ظهرك هتحط كورة او مخدة بين رجليك وتحاول تضغط عليهم، بس اهم حاجة تحافظ على حوضك في النيوترال. وقلت في فيديو الكور قبل كده ازاي تحافظ على الحوض في النيوترال وازاي تعمله. نيجي بقى لخطوط اللي مسؤولة عن حركة الدراعين، بس قبل ما اقولك عليهم تأكد انك شيرت الفيديو لصاحبك وعملت سبسكرايب ولايك. نيجي بقى للفانكشنال لاين بتوع الدراعين، واللي بسببهم بتلاقي احساس بالطقطقة. الخطين دول اكتر خطين مهملين بسبب التحركات اليومية او حتى الجيم، بس هنأجلهم للفيديو الجاي. فاكتب لي في الكومنتات هل انت مهتم